تختلف طريقة تحديد مواضع الحجامة العلاجية بحسب حالة المريض وطبيعة المرض ومن شخص لآخر، ولا بد من دراسة تشريح الأعضاء ووظائفها لفهم كيفية اختيار مواضع الحجامة لكل مريض. أولا، مواضع أصلية نقصد بها الشبابيك الخلفية للأعضاء، نقاط الشو الظهرية باكشي بوينت التي تعتمد على العقد العصبية السمبثاوية. العمود الفقري vertebral column يتكون من فقرات. أولا، الفقرات العنقية cervical وعددها 7 vertical vertebrae. الفقرات الصدرية thoracic وعددها 12 فقرة 12 thoracic vertebrae. الفقرات القطنية lumbar وعددها 5 فقرات 5 lumbar vertebrae. وآخر جزء في العمود الفقري الفقرات العجزية والعصعص the sacral vertebrae and the coccyx. شبابيك الأعضاء. بعد ما تعرفنا على تقسيم العمود الفقري، نتعرف الآن على شبابيك الأعضاء الخلف ظهرية، وهي الأماكن الموجودة على مسار المثانة اليوبي جانب العمود الفقري خط الوسط مسار الديو، وهي تعتبر نوافذ شبابيك لأعضاء الجسم الداخلية على منطقة الظهر. كل عضو داخل جسم الإنسان له شباك أو منفذ في الظهر، وهو عبارة عن فقرة. وهذه المواضع الأصلية تعتمد وترتكز على الأعصاب، خريطة الأعصاب على العقد السمبثاوية. إذن من الخلف عبارة عن فقرة، ومن الأمام هي عبارة عن نقطة. إذن بعد ما قسمنا العمود الفقري وتعرفنا على مواضع الحجامة الأصلية أو الشبابيك الخلفية، لدينا أيضا مواضع تشريحية تشريح أعضاء جسم الإنسان، ومواضع تعبيرية مواضع الألم. قسمنا العمود الفقري إلى فقرات، وذكرنا الفقرات العنقية، الفقرات الصدرية، الفقرات القطنية، الفقرات العجزية والعصعص، ونتعرف على مواضع الحجامة الأصلية أو شبابيك الأعضاء الخلف ظهرية. كل عضو من جسم الإنسان لديه شباك الذي هو عبارة عن فقرة، من الخلف فقرة ومن الأمام نقطة. الحجامة على الشبابيك الخلفية، ونقصد بها مواضع الحجامة الأصلية التي تكون جانبي العمود الفقري يمين ويسار على مسافة 1.5 تسن، واللي هي أسبوعين، وحدة القياس في الطب الصيني أسبوعين يمين ويسار. كما نلاحظ هنا مسار المثانة الذي انطلق من العيون ويأتيني إلى الخلف، ينطلق من العيون يمين ويسار ويأتي إلى الخلف. في الخلف هنا عند الأخدعين أو خلف الرقبة يتفرع إلى فرعين، ينوعان 2، فرع أول وثاني. الفرع الأول يبعد على مسار الديو ب1.5 سم، والفرع الثاني يبعد على الفرع الأول ب1.5 سم كذلك. إذن الفرع الثاني يبعد على منتصف العمود الفقري ب3 سم، والتي هي هكذا 4 أصابع. لما نضع الآن كؤوس الحجامة، كؤوس الحجامة ما تكونش على مسافة بعيدة، ما تكونش هكذا هنا، خطأ، تكون على مسافة حوالي أسبوعين من منتصف العمود الفقري. مثال، لما نضع للمريض هنا التي 1، ونحن دائما نذكر أن الفقرة التي 1 هي خاصة بالعظام، وهي في نفس الوقت الحجامة على النقطة مثانة يوبي 11، يكون هذا الشكل. لما نضع للمريض التي 3 دائما نقول التي 3 خاصة بالجلد والرئتين، تكون بهذا الشكل التي 3 كأسين على يمين ويسار العمود الفقري على الفرع الأول من مسار اليوناري بلادر، تكون
مثال، نأخذ مثال آخر. لما تكون الحجامة على الآلة 2، الآلة 2 اللي هي خاصة، الآلة 2 اللي هي خاصة الكلى والعظام والتناسلية، فهذه تكون على النقطة مثانة يوبي 23. الجهاز العصبي يتكون من المجموعة الرئيسية، ونقصد بها الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System الذي يتكون من الدماغ Brain، والنخاع الشوكي Spinal Cord، والمجموعة الفرعية ونقصد بها الجهاز العصبي الطرفي الذي يتكون من الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية، يعمل على نقل الإشارات والرسائل بين الجهاز المركزي وأعضاء الجسم المختلفة، ويتكون من 12 زوج من الأعصاب الطرفية بالإضافة إلى 31 زوج من الأعصاب تسمى الأعصاب النخاعية. إذن الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System يتكون من الدماغ، المخ Brain، النخاع الشوكي Spinal Cord، والأعصاب Nervous. والدماغ نصف كرة مخية يمنى ذكرنا تتحكم في نصف الجسم الأيسر، والعكس، يعني نصف كرة يسرى مخية تتحكم في نصف الجسم الأيمن. ويتكون الدماغ من المخ سيريبرم، والمخيخ سيريبالم، والجذع الدماغ براين ستام. أما فيما يخص المواضع التشريحية هي الأماكن الموجودة على العضو نفسه، يعني المراد علاجه بالحجامة. المواضع التشريحية فهو في هذا لا بد من معرفة وفهم الأعضاء التشريحية في جسم الإنسان. أما المواضع التعبيرية هي أماكن الألم والركود الدموي، وقد تكون أماكن بعيدة لكنها تشترك في الألم، حيث أن هذا الركود قد ينعكس على سطح الجلد. إذا نقول الكأس التعبيري هو كأس نضعه إما على موضع ألم يشعر به المريض أو شعر به أثناء ضغطنا عليه عند اللمس في التدليك، أو رأينا فيه كدمة أو عروق منتفخة أو شد عضلي إلى آخره، كما هو الحال في علاج أمراض عرق النساء. لا بد من فحص المريض ولمس مكان الألم لمعرفة أين نضع الكأس، وليس شرطا أن يكون الكأس التعبيري دوما دمويا، وقد يكون جافا أو تدليكيا. أما فيما يخص مواضع الحجامة النبوية هي معروفة ومعلومة، أهمها الكاهل، المغيثة، الأخدعين، والهامة.